بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة اليوم الوطني للشهيد المصادف ل 18 فبراير، نحتفل في هذه اللحظات على مستوى بلدية السينيا بالاحتفالات الرسمية المخلدة لهذه الذكرى التاريخية العزيزة علينا، ألا وهي يوم الشهيد، وما أدراك ما يوم الشهيد. في هذه اللحظات بعد زيارة المقبرة والترحم على شهدائنا الأبرار، رانا قمنا بتدشين مرفق هام وهام جدا، ألا وهو مشتلى لأحد الخواص، اللي وين المشتلى كما قلت سابقا تدخل في إطار إخضرار المدينة وإخضرار الجزائر. وكذا هذا المشتلى هي عبارة عن براعم لمستقبل الجزائر ظاهر وواعد في إطار السياسة الرشيدة للسيد رئيس الجمهورية، في إطار الاستثمار، في إطار ضمان مستقبل لأبنائنا، خاصة وأن الجزائر لها تحديات، خاصة سنة 2023 تحدي اقتصادي مالي بامتياز. إن شاء الله يكون هذا المرفق اللي أنا واحد من الناس فرحت به بزاف، لأنه منا تنطلق عملية التشجير والإخضرار للجزائر وليس للسينيا فقط. وبدوري أعرب لكم عن امتناني وفرحتي وتقديري لسكان ساكنة بلدية دائرة السينيا، وبالأخص سكان بلدية السينيا. من اليوم نشوف كاين نخبة من الإطارات، نخبة من الشبان، نخبة من الرياضيين، نخبة من الثقافيين، كل المبدعين راني نشوفهم باللي كاين السينيا، وربما انطلقوا من السينيا للوصول كما تم في هذه الآونة تكريم بطلات الجزائر في الملاكمة، وهذا العنصر النسوي، وهذا يشرف الجزائر ويشرف السينيا. نزيد نقول كلمة أخيرة، أنه بلدية السينيا بمجلسها بكل أطيافها، المجاهدين وللشهداء، المجتمع المدني فعال كثيرا، وأتشرف بهذا الفاعلية وهذا النشاط وهذا الحركية والديناميكية اللي راهي تعيشها بلدية السينيا، ثقافيا رياضيا علميا وكذلك حتى سياسيا. المجتمع المدني في بلدية السينيا يقدم الإضافة. راكم تشوفوا، لا أشكر فقط، نقول باللي المدينة نظيفة، هذه عجبتني، مدينة السينيا نظيفة.